بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبأحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الحمام الكذاب. هعمله بطريقة رز مختلفة شوية. المرة اللي فاتت عملته لكم بالرز بالكبد والقوانص بتاعة الفراخ. المرة دي هعمله لكم لا بالرز، خلطة مميزة كده تخلي طعمه حلو ولونه حلو، وتقدري تعملي الرز ده كمان لوحده من غير فراخ ولا كده، وهتبقى جميلة جدا. يعني تعمليه جنب الاكل عادي، جنب الفراخ المشوية او السمك او اي حاجة، بيبقى جميل جدا وبيبقى ليه لون مميز كده. وهقولك ايه سر اللون المميز بتاعه. دلوقتي في اللي عندنا، بصي الوراك اهي مخلية. انا جايباها من عند الفرارجي اساسا مخلية. لو انتي بتعرفي تخليها اخليها لوحدك، بس الاحسن يعني تقول بتاع الفراخ انا عايزاها اعملها حمام كداب، فهو هيخليها لك. هو بيسيب العظمة دي بس كده، وبعد كده بيطلع العظم كله منها ويسيب اللحم بس. وهوريكي هنحشيها ازاي بعد ما نعمل الرز. دلوقتي هنروح على الرز نعمله. الاول انا حطيت نقعت الفراخ ديت في محلول النقع اللي هو قلتلك عليه قبل كده، سكر وملح وليمون وخل وميه. تنقعيه فيه هينضف معاكي ومش هيبقى فيه اي زفاره، هيبقى نضيف جدا. وتشتغلي بيها وانتي مطمنه. انا هروح دلوقتي اعمل معاكي الرز، وبعدين نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي هنعمله الرز. انا حاطه معلقه سمنه على زيت على زبده، معلقه زبده ومعلقه سمنه ومعلقه زيت، وهحط معاهم معلقه سكر كده. هنستنوا لما تكرمل خالص نبدا نحطوا عليها الميه. حطيت ازاي؟ هي دي اللي بتديها سر اللون الحلو بتاعها. دلوقتي اهو اللون بصي عمل كده معانا، دوت اللي هيخلي معانا لون الرز حلو. هنبدأ ننزل ببقية البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا اهي. دلوقتي هننزل بالرز بتاعنا. هقلبه كله كده. البهارات بتاعتنا طبعا احنا قلنا عبارة عن ايه. آه عبارة عن بهارات فراخ وشوية قرفة وشوية زنجبيل وملح وفلفل ومرقاية دجاج. هنقلب كله على بعضه، وبعدين هنحط الشوربة اللي عندنا. لو عندك شوربة حطي، لو عندك مية حطي. نحط لها المية بتاعتها، وبعدين هتستوي نص سوا. وبعد نص سوا هنطلعها، هسيبها تبرد وبعدين اشتغل بيها في الحمام الكداب. اهي يا حبايبي انا هغطيها واسيبها. اول ما تستوي نص سوا هرجع لكم تاني اوريكم شكله ايه. دلوقتي احنا عندنا الخلطة اللي هنعمل بيها هنلف بيها الحمام الكداب ده اللي هو الوراك. هنعمل دي بصلاية مبشورة وطماطمية مبشورة، وهنحط عليها ملح وفلفل، وهنقلبهم في بعض كده. وهنمسك الوراك كلها نلفها بالخلطة دي كده اهو، علشان اللحم كله يبقى طعمه حلو. لو تقدري تسيبيه من الصبح بالليل، من بالليل للصبح، تسيبيه وقت طويل يعني في الخلطة ديت يبقى احسن. ما تقدريش اشتغلي على طول، بس الاحسن يعني ان الفراخ عموما او الطيور لما بتتنقع في الخلطة اللي انتي بتحطيها عليها بيبقى طعمها جميل جدا. انا هسيبها شوية كده وبعدين هرجع اوريكي هنعمل ايه. الرز عندنا اهو نص سوا، ما استواش للاخر. هنبدأ نحشي. دايما وانتي بتحشي تعملي حسابك الفراخ هيبقى، يعني الرز لسه هيستوي هيكمل سواه، فما تحشيهاش او ما تكتميهاش يعني.
بس كده كفايه. نبدأ نلم اللحم على بعضه والجلد هنجيبه على بعضه، ونبدأ نعملها بالسلكات. طبعا لما بتروح عند المية بقى، انا دلوقتي في الوقت ده حاطه ميه علشان تغلي، وحاطه فيها ورق لورا اهو. اهو، وهنقفلها من هنا برضو. طبعا المية لازم تكون بتغلي لما تيجي تسقطي فيها الحمام الكداب او الوراك دي المحشية. اهي، هنبدأ نعمل واحدة كمان قدامكم، وبعد كده هبقى اكمل الكمية كلها وهوريكي شكلها ايه. بصي اهو، بتحشيها بيبقى عشان الورك كله مكان العظم اللي احنا شلناه بيبقى كله، بس ما تكتميهاش قوي علشان خاطر تسيبي فرصة للرز يكمل سواه. كفايه كده. لمي بقى اللحمة على بعضه، وبعدين حطي الجلد على بعضه. المفروض طبعا لما يجي يخلي الجلد ده هو ده يعني اساس الموضوع كله، لان انتي بتلفي بالجلد، يعني بتربطيها كلها كده عن طريق الجلد.
هنبدأ بقى نمسك، لازم المية تكون بتغلي. هنمسك الوراك بتاعتنا اهي المحشية ونحطها في المية اللي بتغلي عشان تمسك على الرز ما يطلعش منها اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو اهو. نزلنا بالوراك بتاعتنا كلها. طبعا علشان تدي طعم حلو احنا حاطين للميه ميه ملح وفلفل، وهحط لها مرقايه كده علشان تخلي الطعم كمان جميل. وخلاص بقى لما تستوي هرجع لك تاني اوريكي شكلها ايه. هنا حبايبي هي استوت كويس خلاص. انا بقى طلعتها وحطيت على وشها كاتشب كده، وهحطها دلوقتي في الفرن تاخد وش، ولا عليها الشوايه تاخد وش، واطلعها لك هنشوف هنقدمها ازاي. هنا يا حبايبي بعد ما خلصناها وحمرنا الوراك كمان طالعه شكلها جميل. يا ريت لو الفيديو عجبك تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركتيش، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في وقته. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.